إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان بقى على الابواب، يا رب يعود عليكم بالصحة والخير يا رب. طبعا الجمال اللي انتم شايفينه قدامكم ده انا كنت منضف فراخ عشان اخزنها لرمضان، وطبعا طلع منها الحاجات الجميلة اللي انتم شايفينها قدامكم دي. قلت خلاص بقى لازم اعملها اتعشى بيها، لان بصراحة انا بموت في البيض بتاع الفراخ ده، بيبقى جميل جدا. طبعا انا كنت مخزنة كمية كبيرة فطلع منها الخير اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. فجبت بقى ايه، عملتها بطريقه بسيطه كده، شويه ميه مغليه، حطيت فيها كمون، حطيت فيها فلفل اسود، حطيت بصل، حطيت طماطم، حاجات بسيطه كده. ونزلت كل الحاجات اللي عندي بقى، الكبد والقوانص والبيض والقلوب والحاجات الجميله دي كلها. ماشي. وكمان برضو عندي فرخه، قلت برضو اسلقها لتاني يوم، للغدا تاني يوم. حاجات جميله جدا للعشاء بسيطه. بصوا شايفين طبعا الفراخ دي انا لو كنت نضفتها في المريشه كانت كل الحاجات دي هتضيع عليا، ما كنتش اعرف استفاد منها خالص. فقلت لا، نضفها في البيت. بنضفتها كمان بطريقه جميله جدا، ان شاء الله انزل لكم الفيديو ازاي تنضفوا كميه كبيره من الفراخ من غير ما تبوظوا الدنيا خالص، بطريقه جميله جدا وسهله. طبعا اللي انا بعمله قدامكم ده دلوقتي ان انا حطيت الفرخه، بس لقيت الشوربه هتتكب معايا من الحله، نقصتها في طبق تاني واسيبهم بقى لحد ما يستووا. وهنا بقى ايه، طبعا ممكن تاكلوا البيض ده بعيش وتشربوا الشوربه كده. انا قلت اعمل شويه رز بشعريه كده برضو عشان الاولاد. حطيت سمنه على شعريه على رز، وعملت الرز ابو شعريه العادي بتاعنا. ماشي. طبعا الاكله دي جميله جدا، حبيت اشاركها معاكم. ماشي. ان شاء الله ابقى انزل لكم الفيديو بتاع الفراخ اللي انا نضفته. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. لو عجبكم الفيديو ممكن تخشوا تشوفوا القناه، ولو عجبتكم اتمنى ان انتوا تشجعوني، لان قناتي لسه جديده ولسه ببتدي. ان شاء الله يا رب تكونوا انتوا سبب نجاحي باذن الله. ماشي. كده عملت رز بشعريه بقى، سيبه لحد ما يستوي، واسيب الفراخ لحد ما تستوي ونرجع لها تاني مع بعض. شايفين بقى الجمال اللي قدامكم ده؟ بصوا اهو، شوربه والبيض والحاجات الجميله ديت. ماشي. هغرفها بقى، خلاص الرز عندي طبعا استوى. تغرفها بقى وتاكلوها بألف هنا وصحه وعافيه على بدنكم يا رب. كان فيديو بسيط حبيت اشارككم بيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشجعوني وتقفوا معايا وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من الحاجات الجميلة ديت. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء. بصوا بقى، هسيبكم مع الجمال ده واقول لكم باي باي.